يلا بقى يا حلوين، النهارده هنعمل مع بعض وصفة شتوية بامتياز. حاجة كده من اللي بتدفي بجد. في الأول كده هنحتاج لبطاطا وهنحتاج كمان لجلاش. ايه يا مروة اللي جاب البطاطا للجلاش؟ النهارده هنعمل طاجن أم علي بالبطاطا. يلا بينا بقى علشان نشوف الطاجن القمر بتاعنا ده اتعمل ازاي النهارده. في الأول كده هنحتاج لفة جلاش نكسرها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هنحطها بقى كده على صينية فرن ونحط عليها معلقتين 3 من السمنة ونقلبها كويس وندخلها الفرن. وكل شويه نخرج الصينيه بتاعتنا نديلها تقليبه لحد لما الجلاش كله يتحمر وياخد لون حلو زي ما انتم شايفين كده. هنشيل بقى الجلاش بتاعنا كده على جنب وهنجهز البطاطا. انا استخدمت حبيتين بطاطا بس البطاطا اللي عندي كانت كبيره، يعني كان وزنهم تقريبا كده كيلو الا ربع. لو البطاطا اللي عندكم صغيره استخدموا من 3 ل 4 حبايات بطاطا. هنقشر بقى البطاطا بتاعتنا ونقطعها لحلقات ما تكونش تخينه قوي، ولو مش عايزين تقطعوها لحلقات قطعوها لمكعبات صغيره كده تنفع وكده تنفع. هنجيب بقى اي طاسه موجوده عندنا او جريل ونحط في الطاسه بتاعتنا معلقه كبيره من الزبده ومعلقتين من السكر، وهنرص بقى كل كميه البطاطا. وفي الوقت ده النار بتاعتنا هتكون عاليه جدا. هنقلب بقى البطاطا تقليبه حلوه كده مع الزبده والسكر، وبعد كده هدوا النار جدا وغطوا الطاسه بتاعتكم بالظبط كده من 10 ل 12 دقيقه لحد لما تلاقوا ان البطاطا استوت معاكم تماما. بس اهم حاجه طبعا ما نقلبش في البطاطا كتير وهي على النار. انا عايزه البطاطا تكون مستويه خالص وفي نفس الوقت تكون محافظه على الشكل بتاعها. وزي ما قلت لكم تقدروا تعملوها مكعبات صغيره او حلقات. هنجيب بقى لتر وربع من اللبن، بالظبط كانوا 5 كوبايات من اللبن وانا مستخدمه لبن فلاحي كامل الدسم. ضفت عليه نص كوبايه من السكر، معلقتين من اللبن البودره، معلقتين كبار من الكريم شانتيه، معلقتين كبار من الكاستر، معلقه من الفانيليا. وهنقلبهم مع بعض كويس على النار. القوام بتاعهم مش هيربط، هو هيكون قوام كريمي كده. زودت عليهم كمان كوبايه من الكريمه اللباني او علبه من القشطه او وش لبن لو موجود عندك. لو موجود عندك كريمه لباني هتمشي، حطي نص كوبايه. موجود عندك قشطه حطي علبه قشطه. موجود عندك وش لبن حطي من 4 ل 5 معالق. هنجهز بقى الصينيه بتاعتنا او الطاجن اللي احنا هنعمل فيه. ممكن تعمليها كمان في طواجن صغيره. هنحط البطاطا زي ما انتم شايفين كده وعليها شويه من اللبن مع الكاستر وشويه مكسرات، وطبعا المكسرات اختياري، مش حابه تحطيها استغني عنها. بعد كده بقى هننزل بكل كميه الجلاش وهنظبط بقى شكل الصينيه بتاعتنا او الطاجن، وننزل بباقي كميه اللبن كلها. ولازم يا جماعه اللبن مع الكاستر يكون كتير كده ومغطي الجلاش. وبس كده بقى هناخد الصينيه بتاعتنا دي وندخلها الفرن. والفرن هيكون شغال على اعلى درجه حراره. بتاخد معانا في الفرن بالظبط من 10 ل 12 دقيقه. بالظبط نشغل الفرن من تحت 7 دقايق. اول لما تلاقوها بدأت تغلي هنطفي الفرن من تحت ونشغل الشوايه بالظبط كمان تحت الشوايه 5 دقايق. اهم حاجه يا جماعه ما تقعدوهاش في الفرن مده طويله علشان اللبن ما ينشفش والجلاش يتشرب كل كميه اللبن. وطبعا بقى الصينيه القمر بتاعتنا دي بتخرج من الفرن وهي لسه سخنه جدا كده تتقدم على طول. بجد طعمها خطير. الناس اللي هتقول لي يا مروه هنتخن وسعرات حراريه ويا مروه هتخنينا، معلش يا جماعه هنبدا دايت من يوم السبت. ان شاء الله تجربوها وانا متاكده انها هتعجبكم وهتعجب كل اللي هياكلها عندكم. وبس كده خلاص بقى خلصنا والفيديو بتاعنا النهارده خلص. وزي كل يوم هقول لكم ما تنسوش يا جماعه لو الفيديو بتاع النهارده عجبكم تعملوا ايه؟ تعملوا لايك وشير للفيديو. وبألف هنا مقدما واشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.